يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهارده فيديو جديد كده وروتين جديد، وان شاء الله الفيديو يعجبكم والفيديو بصوتي اهو. فان شاء الله كده نبدأ مع بعض كده يومنا كده بكل حماس. نعمل كده روتين حلو مع بعض، تشجيع وتحفيز كده نتشجع منه يعني ونحفز نفسنا. وبجد كنت متشوقة جدا ان انا اسجل معاكم الفيديو ده. يعني الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هنبقى مع بعض تاني بالصوت. انا عارفة ان ناس كتير ما حبتش يعني الفيديوهات اللي قبل دول او اللي قبل كده. بس بجد كان غصب عني، عندي هنا ظروف في البيت. طبعا انتوا عارفين ساعات الظروف بتحكم، وساعات يعني مش اغلب الاوقات بنعرف ان احنا نعمل الحاجة اللي احنا عايزينها. والله يا بنات، يعني باختصار شديد كده يعني. المفروض ان انا عامله القناه دي ومحدش خالص من اهلي يعرفوا عنها. كنت عاملاها كده يعني شوفوا بقالي حوالي 6 شهور وبس، محدش يعرف عنها اي حاجه خالص. فبالصدفه كده يعني والدتي عرفت وكده. يعني انتوا عارفين مش كل الناس هتتقبل حاجه زي كده. فبصراحه كنت ما بين اختيارين، يعني ان انا اوقف وان انا انزل من غير صوت. بس الحمد لله يعني الدنيا مشت يعني قدرت ان انا اقنع الجميع ان يعني الموضوع بسيط. انا بعمل حاجة انا بحبها وبجد فارقة معايا وفارقة في حياتي خلاص، وبدام انا مقتنعة خلاص كده. بس كنت بس عايزة اقول لكم بس في النقطة بتاعة الصوت والفيديو بصوتي او من غير صوتي يعني. بصوا بقى يا بنات، هو ده الروتين كده اللي انا بقوم اعمله الصبح في العناية للبشرة. يعني ايه في الشتاء. انتوا عارفين بقى في الشتاء ده لازم ان احنا اهم حاجتين ان انتوا يعني تحاولوا ترطبوهم وما تنسوهمش، هما الايد والوش. بجد يعني انا مثلا بخصوص الغسول يا بنات في الشتاء مش بستخدم اللي هو بقى اللي هو انواع الغسول، يعني اللي هي زي بايوديرما او زي يورياج او زي افين. كل الانواع دي بوقفها خالص في الشتاء لان هي بصراحة بتبقى قوية شوية على بشرتي، فبوقفها خالص. بجيب بس نوع كده يكون عارفين اللي هو الانواع بتاع نيفيا بقى وايفا والحاجات اللي هي البسيطه دي اللي هي بتبقى خفيفه. عشان خاطر وشي ما ينشفش قوي، لانه كده بطبيعي الحال كده كده الوش بينشف. يعني ايه في الشتاء. فبجيب حاجه كده خفيفه. طبعا بتشوفي بقى اللي هو كريم النهار بتاعك، كريم الليل. انا زي ما قلت لكم قبل كده أنا بستخدم اللي هو لوريال ده. فحلو جدا جدا. خاصة اللي هو النهاري منه حلوة قوي. وللايد طبعا نيفيا، وساعات بحط عليه زيت جونسون زي ما انتوا شفتوا كده. وطبعا ده بيبقى يعني بالصبح او وفي بالليل كمان بحط اللي هو الكريم اللي هو الليلي. فالدنيا بتبقى ماشية معايا الحمد لله كويس. لو انت واظبت على كده بتلاقي بشرتك حلوة وتمام. فهو ده بس كنت عايزة اشارككم بس الامر البسيط ده. وتعالوا بقى نعمل النسكافيه بقى، رغوة النسكافيه كده. اللي احنا بقى كلنا بنموت فيها الصبح، كلنا يعني كل البنات تقريبا بتقوم تعمل نسكافيه الصبح. وانا بصراحة في الشتاء بالذات ده لازم اشرب نسكافيه الصبح. حاجة كده بصوا بتديني دفى كده بطريقة صعبة يعني. فانا حطيت كوبايه، بتجيبي 3 كوبايات قد بعض وبتمليهم واحده سكر واحده النسكافيه بتاعك. وتجيبي التالتة بتحطي كده حوالي ربع الكميه ميه. يعني ما تزوديش الميه قوي علشان خاطر ايه ما يبقاش منك خفيف والرغوه تبوظ. بس كده وبتضربيهم كويس قوي. وملحوظه بس يا بنات، لو انت بتستخدمي السكر بتاع التموين بلاش تعمليه في الوصفه دي. استخدمته قبل كده. و... وانتوا عارفين بقى لما بتيجي تحطي المعلقه وتحطي عليها اللبن وتيجي بقى تقلبي، المفروض يبقى في رغوه فوق كده. الرغوه دي بقى بتتقلب ايه؟ فقاعات. فده بيبقى بسبب السكر.
اللي هي وصفة النسكافيه او الرغوة بتاعة النسكافيه دي بتبقى عايزة سكر ناعم جدا، اللي هو السكر اللي هو التجاري اللي احنا يعني بنجيبه من السوبر ماركت وكده، اللي هو بتاع الكيك والكوكيز والبسكوت والحاجات دي. لازم يبقى السكر الابيض الناعم قوي، فده اللي بيدي افضل نتيجة. لو انت عايزة الرغوة بتاعتك تبقى تقيلة كده معاكي يعني وتفضل حتى بعد ما بتقلبي كده بالمعلقة بتبقى تمام قوي. بصوا كمان عايزه اقول لكم على حاجه، لو انت بقى عامله دايت او عامله نظام غذائي يعني او رجيم. فانا طبعا اليومين دول يعني انا في الشتاء بحس ان وزني بيزيد شويه، فباخد بالي من بعض حاجات بقى، وخاصه اللبن يا بنات من اكتر الحاجات على فكره اللي بتتخن. ليه بقى؟ لان اللبن ده هو يعتبر اصلا دسم ووجبه غذائيه لوحده على فكره. ف يعني بعدل الموضوع ده ان انا بقيت بخففه بشويه ميه، بحيث ان هو ايه، يبقى ايه مش دسم قوي، يعني يبقى لايت كده شويه ويبقى خفيف وما يأثرش معايا. من حيث السكر برضو، لو انت عملت النسكافيه كده السكر بتاعه بيبقى هادي قوي، ما تخافيش يعني المعلقه طبعا نسبه السكر فيها مش بتبقى كتير، فبالتالي انت بتعملي معادله اصلا حلوه. يعني انت بتشربي النسكافيه بتاعك الصبح وبيبقى مش سعراته عاليه يعني. طبعا ما تبصوش خالص لمعلقه النيوتيلا اللي اتحطت دي، بس بجد بتفرق معايا برضو في الطعم. أنا مش بحرم نفسي قوي يعني باخد كده على ايه، على قد ما انا عايزه. تعالوا بقى، كنت عايزه اقول له، انا قلت لكم الفيديو اللي فات بقى، بس طبعا مش قلت لكم بقى، كتبت لكم ان انا جبت القلايه الكهربائيه دي. بس عايزه اقول لكم يا بنات، فعلا فعلا، يعني لو تقدروا ان انت تجيبيها حلوه جدا جدا. خاصه بقى لو انت ولادك زي اولادي كده بيحبوا بقى البطاطس، وبيحبوا بقى اللي هي الحاجات المقليه كتير دي. فبجد لا بصراحة حلوة يعني. كان في ناس كتير يقعدوا يقولوا ملهاش لازمة ومش عارفة ايه، لا بصراحة حلوة قوي. يعني بتحطي فيها مفيش الزيت يعني، وخاصة كمان ان هو مبقاش موجود كمان وغلى الزيت. فهي بصراحة حلوة يا بنات. بتاعتي دي نوعها فريش، وجبتها اونلاين من على امازون. بس الحمد لله رب العالمين، يعني هي بقالها اسبوع معايا اهو، وقلت هجربها كده، ولو لقيتني يعني متشجعه لها كده والحاجه بتطلع معايا كويسه فيها، فبجد هي حلوه قوي. يعني انا عملت فيها، لقيت فيها بتنجان طعمه زي البتنجان العادي خالص، والبطاطس طبعا ده حاجه اساسيه. وعملت فيها ايه كمان، والطعميه عملت فيها طعميه كمان. وعملت فيها بنات حاجات كتير جدا، والله ما تسمعوش كلام اللي يقول لكم ملهاش لازمه ومش عارفه ايه وبتغير الطعم والكلام ده كله. بصوا اقول لكم على حاجه، هو صراحه هي طبعا مش زي البطاطس مثلا اللي هتتقلى في الزيت على النار او كده. بس على الاقل يعني هي طعمها متغير شويه، بس مش اللي هو الاوفر بقى، او ان هي طعمها وحش، لا طعمها حلو جدا على فكره. و... وخفيفه جدا. ويعني ولادك هياكلوا منها من غير ما انت تبقي خايفه او متاثره او كده. فطبعا صحيا هي افضل حاجه يعني، حتى لو انتوا هتستحملوا تغيير اللي هو طعم شويه، بس انت بتاكلي حاجه طعمها حلو على فكره، مش حاجه طعمها وحش يعني. ده بس اللي كنت عايزه اقوله لكم بخصوص القلايه. تعالوا بقى ايه، نعمل كده ايه، حاجه كده في المطبخ. بصراحه بقالي فتره يا بنات والله طبعا اللي هو اسماء البهارات والحاجات دي من على النت، وعايزه اعمل فيديو واعمل معاكم طقم البهارات، بس الكسل بقى. جبت كده البرطمان ده وقلت هبقى اجربه كده، احط عليه ميه سخنه كده واشوف اللزقه دي هتروح. بس بصراحه حسيت كده ان هو يعني ايه هياخد وقت ومجهود، فقلت لا يعني رميته والله. فقلت هعمل طقم البهارات وخلاص بقى. فبصوا بقى يا بنات، انا طبعا كنت شغلت الغساله بعد طبعا ما عملت الفطار لولادي وكده، وقلت اشغل الغسالة هي بتشتغل طبعا، وانا بعمل حاجة عشان ايه يعني تنجزي وقتك كده، يعني تعملي حاجة وانت بتعملي حاجة. فعملت كده شغلت الغسالة، وجيت كده جبت طقم البهارات بقى، وقلت ايه يعني ايه ادعكه كده دعكه حلوه. طبعا بيبقى فيه دهون، مكان ما انت مثلا بتمسكي الحاجه بتاخدي منه البهارات فكده يعني. فانا بصراحه ببقى احب كده انقعه في ميه سخنه. حطيته ميه في بقول حطيته ميه، حطيته مره في غسالة الاطباق. بصراحة هو نضف، الإزاز نضف، لأن هو في الأول في الآخر إزاز يعني. بس للأسف الغطيان بتاعته بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، السيلفر اللي فيها ده يعني إيه
حبة راحوا وحبة لسه موجودين. بصراحة بوظت يعني الغطيان وكده. فلو انت عايزة تغسلي في غسالة الأطباق، حطي الحتة اللي تحت بس، القطعة اللي تحت بس اللي هي الإزاز. انما القطعة التانية طبعا ما تحطش الخشب طبعا، لان هيفرقع اكيد يعني بيشرب ميه وكده وبيبوظ خالص في الغسالة بتاعة الأطباق. فأنا طبعا بغسله كده يعني بالبخاخة اللي كنت عملتها معاكم الفيديو اللي فات، اللي أنا حاطة فيها مية الليمون يا بنات. دي بستخدمها لأي حاجة في المطبخ، البوتاجاز، الحيطان، الرخام، البادي بتاع المطبخ نفسه. بصراحة بتخلي الدنيا يعني بتلمع وزي الفل. يعني انتوا متخيلين البخاخة دي بيبقى فيها خل، بيبقى فيها مية ليمون اللي هو المية اللي غليت فيها يعني الليمون وكده، وبيبقى فيها صابون المواعين ده. فمش عايزة حاجة اكتر من كده. انتوا فاهمين قصدي؟ بصراحة بتخلي الدنيا زي الفل يعني. فعملت بيها كده الخشب اللي هو الباضي بتاع اللي هو الحامل ده يعني بتاع البهارات، والحمد لله نضف وبقى زي الفل. وقلت بقى اما اعمل الرخام تحته بنفس البخاخ برضو يا بنات. انا بعمله، بصوا هو ده المنتجات اللي انا بستخدمها بصراحة يعني. انا مش بجيب اي منتجات منظفات. هو المنتجات اللي انا بستخدمها اللي هو فيها الخل والليمون اللي بغليه ده، باخد المية وبعمل به برضو الميكروويف. ممكن تغلي اصلا الليمون في المية كده في الميكروويف، وبعد كده بتديله مسحة بيبقى نضيف وزي الفل. فبصراحة يعني مرتاحة قوي في الحاجات دي. ما بقتش اشتري منظفات من زمان. بجيب ملح الليمون والكربونات ويفضلوا عندي وخلاص على كده، والخل بيخلوا الدنيا زي الفل. ده بقى ورق يا بنات كده. انا كنت يعني نزلته من على النت وخليت زوجي طبعهولي، بس بطبعوه على ورق بيلزق، يعني هو بيلزق بقى. بس انت بقى بتاخدي كل واحدة كل اسم بقى وبتقصي كده على قد ما انت عايزة، زي ما انتوا هتشوفوا كده. وبلزق طبعا بقى ايه على الازاز، بس تكوني منضفاه ومنشفاه كويس جدا. كل ده بعد ما طقم البهارات نشف كويس قوي. فبجد يعني عمل لي كده تغيير فعلا. حتى لو انتوا تلاحظوا برضو على الرخام انا حطيت حاجات، مع ان انا كنت بقول لكم يعني انا مش بحب حاجات كتير على الرخام. بس عايزه اقول لكم ان يعني ساعات الذوق بيختلف مع الوقت. ممكن النمط اللي هتمشي عليه على طول ده بيخليكي تزهقي من الحاجة. فحاولي لو انت جالك الاحساس بتاع الزهق ده، حاولي ان انت تغيري حتى لو بحاجة انت اصلا مش بتفضليها احسن حاجة. يعني انا مثلا بحب الرخام يبقى فاضي، بس بدأت ان انا ازهق كده من المطبخ. يعني بدأت ان انا عايزة اعمل حاجة تغيير. هو مش تغيير اوفر يعني، بس عايزة اعمل حاجة كده ايه، زي مثلا الشموع اللي انا جبتها دي. على فكرة اشتريت كذا نوع وبجد فارقين معايا جدا في المطبخ. خاصة ان هم زي الفواحة كده ليهم ريحة. يعني اللي انا حطاها جنبي دي ريحتها فراولة، بجد بتقلب الدنيا جنبي في المطبخ. فحاولي كده لو انت حسيتي بزهق، حاولي ان انت تعملي كده ولو حاجة بسيطة خالص. بجد بتفرق معاكي وبتظبط النفسية. خاصة كمان لو انت عندك عوامل خارجية كده ضغطة عليك، زي مثلا الظرف اللي انا كنت مرة بيه الفترة اللي فاتت. فبصراحة يعني ايه كنت عايزة حاجة كده اشغل نفسي بيها وتغير لي الدنيا كده حواليا. فما كانش في احسن من الشموع على فكرة الفواحة دي في المطبخ. وبدأت ان انا احط حاجات على الرخامة، بالرغم من ان انا ضد الموضوع ده خالص. كنت خلصت بقى يا بنات كده والحمد لله. على فكرة خدوا مني وقت جامد جدا اللي هو القص بتاع الدوائر ده بياخد وقت فعلا كتير. فبصراحة بس الحمد لله النتيجة يعني عجبتني قوي. ف وشكله كده بصراحة اتغير الطقم، حسيته كده ان هو بقى طقم تاني. فالحمد لله كانت النتيجة يعني عجباني وكده. فعايزة اقول لكم بس نصيحة، وانت كمان بقى بتحطي البهارات جنب يعني فوق بعض. حطي مثلا البهارات اللي هي لها علاقة ببعض، يعني مثلا كمون فوق الفلفل الاسود، فوق الكزبرة، فوق البهارات المشكلة كده، النعناع فوق الريحان، كده فوق الزعتر. يعني كل صف كده يبقى ايه له علاقة ببعض.
بعض. بس كده. كنت خلصت وقلت بقى اما اعمل بقى حاجة حلوة. انتوا يعني عارفين بقى لازم كل فيديو كده نعمل وصفة مع بعض، وخاصة بقى في الشتاء وكده، فلازم ندفي بيتنا احنا عارفين مع بعض. فالمقادير ظهرت قدامكم على الشاشة هي بنات، فخدوها بقى سكرين شوت، هي سهلة خالص والمقادير بسيطة. هحاول ان شاء الله نعمل وصفات حلوة وفي نفس الوقت المقادير بتاعتها بسيطة جدا، وفي نفس الوقت ما فيش فيها بيض كتير. فتعالوا بقى ايه، ده كده يا بنات عامل زي حاجة ما بين البسكوت وما بين القرص. فبس هيعجبكم قوي، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. كل الحكاية ان انت بتحطي اللبن على الزيت على السكر وبتدوبيهم في بعض، بس بتحطي السكر واللبن الاول وتقلبي كده يدوبوا، يعني يدوب يدوبوا، وبعد كده بتحطي عليهم الزيت بتسيبهم على جنب. وبعد كده بتجيبي الدقيق بتحطي عليه البيكنج باودر وذرة ملح كده رشة بسيطة، وتقلبي كل ده برضو مع بعض. وصفة سهلة جدا جدا جدا. يعني بصي لو انت عايزة حاجة كده مستعجلة وعايزة تعملي اي حاجة حلوة، هتعملي الوصفة دي زي ما انت شايفة كده. هتحطي السوائل على الدقيق وتبدأي ان انت تلمي كل ده مع بعض. بس يا بنات ملاحظة بس، اللبن خليه دافي شوية يعني لان الجو برد، فانا عايزة اللبن يبقى دافي شوية في الوصفة دي. هنا بقى كده جبت العجوة بتاعتي وحطيت عليها يا بنات معلقة كده من الزبدة دي، بقى بتخليها ايه تدخل الفرن وتخرج زي ما هي، يعني مش هتنشف معاكي. انما لو انت حطيتيها من غير الزبدة او سمنة، لو متوفر عندك سمنة ممكن تحطي، هتنشف معاكي وهتبقى محجرة. بس بصراحة ما بتحطي عليها زبدة بتدي طعم وبتديها طراوة، وبجد بتبقى حلوة قوي. وكمان ملاحظة بس، وانتوا بتفردوا العجينة افردوها رقيق قوي، ما تخلوهاش تخينة لان هي لسه هترفع وهي في الفرن. ويعني ايه، واحنا عايزينها كده تبقى سلسة، اما تيجي تاكلها ما تبقاش ناشفة قوي، فلازم العجينة بتاعتك تبقى ايه مرققاها قوي. كده خلصت الكمية يا بنات. ادخلها فرن سخن طبعا من قبل كده على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده تفتحي لها الشواية. هو ده كان فيديو بتاع النهاردة يا بنات. فاتمنى كده لو انت جديدة معايا وما اشتركتيش تشتركي معايا، ولو انت معايا وعجبك الفيديو اتمنى كده تدعميني باللايك. وان شاء الله كده الفترة الجاية ننزل فيديوهات حلوة، روتينات ووصفات ان شاء الله تعجبكم قوي وهتكون موفرة. فطبعا في الزمن الغلاء اللي احنا فيه ده، والله هعمل لكم ان شاء الله وصفات حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. فاتمنى كده منكم الدعم وان شاء الله دايما يعني في تواصل مع بعض، وهتوحشونا جدا. وانا حاطه الانستجرام بتاعي بنات في لمحه، اللي حابب يستفسر على اي حاجه ممكن يتواصل معي. والسلام عليكم.